اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض. ربي أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. اللهم اخرج من أجسامنا كل شر وكل مرض وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وابدله بالصحة والسعادة والفرج. اللهم اشفني واشف جميع المرضى المسلمين شفاء لا يغادره سقما. اللهم اصبحنا واصبح الملك لله. شلونكن بنات؟ شخباركن؟ رجعت فيديو جديد. اتمنى هذا الفيديو يعجبكن من بداية الفيديو مثل ما عودتكم. اللي محاطة لايك تحط لايك، لا تنسى من باب التذكير. واللي مشتركة بقناتي الجديدة خل تكتب بالتعليقات من أي بلد أو من أي محافظة عراقية على مود أرحب بيها بالتعليقات. طبعا مثل كل أم عراقية، مثل كل أم عربية، لازم تقعدين الصبح بكل نشاط وبكل قوتك، تقعدين مثل الفراشة تتهرين بالبيت من شغلة الشغلة. وهنا بنات مثل ما تشوفون غسلت الطارمة وحطيت الملابس بالغسالة وجيت أنظف البيت، وما شاء الله هنا الألعاب مالت ملوكة كلها بالقاع، بما أنه هي بعد عطلة فطلعت الألعاب وبدت تلعب بيهن. دائما أقولها ماما من تخلصين من عندهن شيليهن، مرات تشيلهن ومرات لا والله تنسى وتخلين بالأرضية، وخاصة إذا تجين إنت تمشين وتردين يعني هاي وتسحقين لعابة. فهنا الوجع ما أحكي لكم عنه الكل يعرفه. وهنا بديت بنات أعزل بالبيت بهذا الشكل، إنه شغلة ورا شغلة الوقت عندي كلش هواي، بما إنه أنا أقعد بنات من الفجر، أقعد كلش من الصبح. وبنات ما يرتاح بالي لو من أكنس بهاي المكناسة الخوص، المكناسة القديمة مكناستنا إحنا. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله يا الله. شلونكن بنات؟ شخباركن؟ إن شاء الله تكونن بخير. وآسفة على الانقطاع اللي قلتلكن صاير كلش هواي ما نزلتلكن فيديوهات وما مستمرة وياكن، لأن بنات بعد تعرفون الظروف اللي الشعب العراقي كله جاي يعاني من عدها ويمر بيها، إنه امتحانات وهوسة الامتحانات، ويعني بعد توتر وقلق نفسي، إن الواحد ما مرتاح شوية والله. يشوف يعني أطفاله صعبة المواد، يشوف يعني الأسئلة تجيهم خطية صعبة، يشوفهم ضايجين يعني يقعدون من الفجر يقرون، يقعد وياهم، يعني كلش تعبنا والله وتعبت نفسيتنا هاي الفترة. إن شاء الله نعوضكم بأيام العطل على الفيديوهات، وإن شاء الله يعني نصير نشيطين بأيام العطلة. يعني ما واحد ما يقدر يوعدكم لأن ما نعرف يعني بأيام العطلة إيش راح يصير وهاي، بس يلا الحمد لله والشكر إلك يا رب. هنا أنا بنات قعدت الصبح ولقيت أبو ملك جايب لي 4 دجاجات يعني حجمهن متوسط، فقلت خل أقصصهن أفخاذ أو صدور، يعني كل دجاجة أقصصها 4 أحسن ما تبقى بعمريتها. يعني إحنا ناكل نص دجاجة أو دجاجة إلا ربع، ما نقدر ناكل دجاجة كاملة. نقعتهم مثل ما تشوفون بنات يعني
بطماطة وليمون. هنا بنات من رحنا ذاك اليوم للمجمع اشترينا هاي الجزامة أو مالت الأحذية، فدمجت هذا الفيديو ويا الفيديو يعني مالتنا مالت اليوم، حبيت أنوع وحبيت يعني أتواصل وياكن وأنزل لكن فيديوهات بنات كلش حلوة. هاي سعرها 13,000 دينار، وبما إنه يعني هي كانت مشكلة يعني بالمحل مشكلة، فقلت له أريد إنه بالباكيت، وهنا بنات ما عرفنا نشكلها. يعني حاولنا من جميع الجهات إنه بلوم رجعت للصورة، وخاصة ما بيها كتالوج يعني ما بيها ورقة إنه أنت تمشين على التعليمات مالتها. فبالبداية قلت خل أسوي هاي اللي يحطون تكرمون عليها الأحذية، وبعدين نشوف شلون راح يعني البقية شلون راح نشكلهن. فرجعت بنات للكارتون إنه شفت الكارتون شلون مشكلين، شلون يعني مسوين. إنه أنا قلت له أريد بالكرتون، قال بعد أحسن تعرفين أنت تشكلينها يعني بالبيت. قلت له إيه إن شاء الله أعرف، يعني الواحد لازم يحاول. فما أقدر أشيلنها وهي يعني مركبينها وهاي يعني مشكلينها مركبينها نفس المعنى. إيه فقلت له ما أقدر أشيلنها وهي يعني مسواية عندكم، لا أعطيني بالكرتون يكون أسهل شيلها إلي. فجبتها وهنا تورطت، قعدت يعني من جميع الجهات أحاول وجه ذن الصفر. إنه بالبداية سويت قلت كان هاي اللي يحطون عليهن تكرمون الأحذية، فبسهولة شكلتهن أنا وملوكة. وهنا بدينا المرحلة الصعبة مالت هاي اللي نايلونات أو يعني هذين الصفر. فقوة قوة سويتهن، رجعت قلت لها الصورة اللي مرسومة على الكرتون بما إنه هي ما بيها كتالوج أمشي عليه. هنا بنات هاي سعرها 13,000 دينار. لقيت بنات من هذنيك يعني اللي بيهن سحاب أو ضمين الأحذية بيهن، يعني هاي اللي بيهن تغليف. فقلت هذني شوية مو عمليات، شفتها إنه حتى يعني ما أدري قديمة صار موديلها وهاي. فاشتريت هاي وتندمت والله كون مشترية من 19,000 أكو يكون بيها خمسة رفوف، هاي بيها 3 ما أدري 4، هذيك يكون بيها 5. فهنا شوف شلون شكلتها. اي بنات احكوا لي شلون مريتوا بالايام الامتحانات، اذا عندكم يعني متوسطة أو ثانوية، عندكم طلاب بالثانوي أو المتوسطة، احكوا لي يعني شلون مريتوا بهاي المرحلة. إنه مرحلة صعبة، توتر يعني تعب نفسي، قلق، إنه من تروح وترجع خطية يعني يعني الطلاب يروحون ويرجعون يعني تحسون إنه تعبانين وجهتهم صفر، قوة نوكلهم قوة يعني بننحش على بناتي، أنحش عليهن نحش يلا ياكلن شوية يعني لقمة. هنا بنات خلصنا ألف الحمد لله والشكر لك يا رب. قلت لك رجعت للصورة يلا شكلتها. وهنا مش السلم عليكم وتباع الأصباغ الأظافر مالتي، هاي بيومها صبغت وقلت حرام أم ملاك إنه هذا بنات صبغ إسلامي بس تشيلينه يعني يوقع بسرعة. وبما إنه عطلة فملوك اشتروا لها ألعاب. من الطبيعي بنات إنه أول طفل يشتروا له ألعاب، ثاني طفل يشتروا له ألعاب، فالأطفال البقية إنه تتملين من الألعاب تظلين ما تشتري لهم. فملوكة من جبناها يعني لليوم ما مشتري لها لعابات يعني هيجي لعابات، وهي أصلا ما تحبهن لأن عند خواتها كلش هواية قبل كان اللعابات هي كسرتهن. فهاي أول مرة بدينا نشتري لها ألعاب جديدة، يعني مو ألعاب خواتها المضمومة، هي هم جديدة ومضمومة بس لا هسه بدينا نشتري لها هاي الألعاب. وبدت هي تطلب، هي بدت تطلب، قبل كانت ما تعرف تلعب يعني بهيجي ألعاب، وهسه بدت تطلب إنه نشوف بالتلفزيون أو باليوتيوب نطلع بالتلفزيون نشوفهم شلون يلعبون شلون يطبخون شلون يسوون، فبدت تطلب هذا الشي. وهنا بنات قلت خل أسوي لهن كليجة. الكليجة راح أسويها شوية حطيت دهن وحطيت حليب وطحين وحطيت شوية ملح عن الحلال والحرام رشة، عجنتها بنات بلبن أو بروبة مثل ما تشوفون. خلطت الروبة ويا الشكر وشكر شوية مو هواي على مود يعني تصير مات شاي، يعني ما أريد إنها تصير حلوة كلش. فهنا وبديت أعجن بيها رغم ما الأمهات تعبانات ورغم ما يعني الواحد البي يعني مكفيه بس شو نسوي. والله قلت خطية البنات خل أقوم وأسوي لهن كليجة لأن ما ياكلن. عندي البنات كلش متعباتنا والله، حتى نفسيتي تعبانها إنه أنا أقولهن ماما شلون تركزن بالامتحان وإنتن ما ماكلات. أقعد حتى من الفجر أسوي لها الريوق والله وحرمص بيهن كلش هواي. رب إن شاء الله ما يضيع تعب طلابنا، وإن شاء الله
نشوفهم بأعلى المراتب يا رب، إن شاء الله استحقاقهم ما يضيع وتعبهم هذا كله ما يضيع إن شاء الله. اللي يريد إعفاء ربي إن شاء الله يوفقه وتنعفي الطلاب على مود تخلص من حارها وباردها، يعني أخير السنة بعد ما تمتع. سمسم يحتاج لها بعد دهن، حطيت لها دهن بنات، دهن من عند هذا توت سونا كلش طيب وريحته كلش حلوه. ها بنات شوف صار هيك سوى مثل تراب الملوك، صار كله زيت وسمن وهيل وفانيلا حطينا له وحليب. وش راح نسوي بنات؟ هذا الشكر، هذا الشكر احنا شنو مسوينه؟ مسوين الشكر ويا الروبه، ذوبته ويا الروبه، سويته شلون يعني شي، حطيت له شويه ماي ونصبه فوقه، نرجع نعجن. شكلها عجينه بس هي لازم نص ساعة. لا نص ساعة ولا ما حاطين لها خمرة قبل نشكلها. قبل ما راح هسه قبل نشكلها تصير عجينة تخبط. بس شوفي بدت يعني تصير. شوف بنات صارت كلش حلوة. علق في السماء نزل فينا انه بشر علينا. خليها ترتاح 5 دقائق على ما نسوي. هنا عندنا البغراش ونحمس السمسم ونحط له البغراش والسمسم ونحط له شكر. وهنا بنات لازم هم نحمس السمسم. حطيت هاي الطاوة وبلا أي شيء، يعني قبل تحطين السمسم على النار وعلى نار هادية أو على نار يعني متوسطة، يعني لأن هو بسرعة ياخذ لون. على كيفكم وياه، مو تخلين النار كلش عالية ويحترق عندك أو يلتشع عندك، لا خليه يعني على نار ذليلة أو ناصية على مود بسرعة يصير عندك ياخذ لون الأشقر أو الجوزي وطفي. وها هي احنا سمسم ولا بغراش؟ سمسم ولا بغراش؟ شكر. ما شكر. يلا سوي يلا. لا بصراحة صبرا. أنا أتوقع أنا أجيب الكسر خليه يطلع علي. لا حطيت هذا بالمرجحة مالته. إيه خوش بكري. لا أدري. شو ما أخبط. أتقص. مثل ما شفت التلفون. قول بسم الله نجرب شلون. حلوة. أنا سويها بس لازم تضبطونها بالقاع. اعطيني لازم تشي حطها. ايه بالطبعين بس قوي. واو قوي. ايش ما هي هيك؟ لا خلاص هي لازم تريدين تسوي النفس هاي لازم تفرشينها هنا وهيك تصير هيك بس ايه ايش
هاي امسك واحد سبب الكيس لا شو ما مش بس الجرابة وامسك يما اكو غير شكل جيبوا هنا اكو شكل احلى شكل واحد لا اكو شكل احلى الله يشعل ما بوكس خلاص بلاش عشان اسوي بلاش بوكس هاي شو اسمه ما يخالف. لا صارت شوية فيه. إذا أنا بدي أقوم يعني ما عندي ما أستمر. إحنا امتحنا أيوب ما طلعنا تعريفات بس أسئلة قالت ما تسأل تعريفات أنتي أهلي لا واحد ما حلوة أنتي لا سويتي إذا خلينا تطبعيني كلش صار شكل هذا شكل عدل اسمه معين لا مو معين اي معين ما صار مثلث كذا غدا جي احلى احلى خلينا نشوف هذا ايش وهنا أنا بنات طبعا تعبت كلش من القالب، بديت أسوي بإيدي مثل ما يعني قبل عمتي يعطيها الصحة والعافية إنه علمتني إنه يعني إذا واحد ما عنده قالب يبدي يبرمها مثل السمبوسة أو مثل القطايف يعني بهذا الشكل كلش حلو. إنه أنا أشوف أن بنات أسهل من القالب، أسهل من ما تطبعين تقصصين تسوين، لا هاي طريقة كلش سهلة، طريقة القديمين أو ناس قبل كلش حلوة تحطين بيها وهيك بهذا الشكل يطلع عندك اللفة كلش حلوة. خاصة إنه أنا من رحت شفت الوجبة بالفرن لقيت بنات الطبعة مالتها شوية خفت، فقلت بعد ليش أنا أطبع وأتعب وهاي وتروح الطبعة يعني مالت الوردة، خل أسوي بإيدي بهذا الشكل مثل القطايف تطلع كلش حلوة. بهذا الشكل بديت بنات أشكل بيهن، إنه قلت كان ما عندي بالمثل أنا تمر أو عندي بالمثل حلقوم نسوي كل شكل واحد، لا هن كلهن سمسم يعني. طبعت لي وجبتين وهاي الوجبة الثالثة سويتها بإيدي لفيتها بهذا الشكل كلش حلو يصير شكلها، ويعني كلش حلو. أنا يعجبني هاي اللفة مالت الإيد إنه أسهل وأحسن. هنا أنا بنات عندي هذا تمر شنو دبس وخففته شوية بالماء وحبيت إنه أنا أحطه على الوجه على مود يصير الشكل مالته بنات ذهبي، من يستوي يطلع الشكل مالته ذهبي. وصارت بنات كمية كلش هواي، أنا ردت كمية يعني مو هواية هالقد، ردتها يعني شوية مالت يومين البنات ياكلن من عندها، بس ألف الحمد لله والشكر إنه يعني صارت لي كمية هواية. مرات الواحد يخطط الشي شوية يريده بس أنا ما أعرف، أنا كثير دائما حتى بالعجين مالت الخبز مالت هاي إنه أنا أخطط أسوي عجين شوية يطلع العجين هواية، فقلت لكم بنات بهذا الشكل كلش حلو. وهنا من استوت شوفوا بنات الشكل مالتها شوية يعني النقشة راحت، فقلت لكم من حسيت إنه النقشة مالتها بدأت تخف أكو بيهن خفت وأكو بيهن لا ونفخت، إنه أنا حتى ما حاطت لها بيكنج باودر ولا مخليت لها خمرة، فهذا شكلها الله كلش حلوة. أنا يعجبني اللف إنه هاي بيدي ألفينهن تطلع شكلها كلش حلو. وما ننسى إذا أنت عندك صفار بيض حطيها، وإذا عندك بالمثل دبس هم حطه على الوجه دبس. وسهمنا وسهمكم ألف عافية. اللي وصلت لي هنا بنات تشترك بقناتي ولا تنسى تحط لايك وتشجعني بتعليق حلو، واللي مشتركين الجدد يا هلا ويا مرحبا بكم، يعني أتشرف بوجودكم وياي وبقناتي، وشكرا لانضمامكم لعائلتي المتواضعة. حفزون شوية وأحفزكم يعني أخليكم تخلصون اللي وراكم وتقومون تسوون لكم فد معون كليجة تقدون العصريات تاكلونه وتاكلون أطفالكم يعني جهالكم يعني اللي بالمدرسة. واحد كتغيير حلو أنت تتعبين على أطفالك، حلو أنت تسوي لهم أشياء. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى فيديو اليوم عجبكم، أتمنى بنات كنت خفيفة الظل عليكن وما أخذت من وقتكن هواي. مع ألف سلامة، باي باي.